السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كما قلت لك باش ما نعممش، كاين اشباه الانصار. انا شوف، انا عندي علاقه وطيده مع العجوز الله يرحمه. الله يرحمه رحمه الله. تلمو كنت نحبها بزاف. علاقه قويه. عباك النهار توفت تمات بيرتوربيت، بديت نخمم، قلت ما نطولش. هذه اون 2013 انا حبست في 2015 في اهلي البرج. في 2013 بديت كمال، قلت امبوسيبل نقدر نكمل، باسكو ما نكذبش عليك، يا نقتل يا يقتلوني، وحده من الزوج، باسكو ما نسيبورتيش واحد زعما. بديت نخمم بديت نخمم، سي بور سا الكارير تاعي تبرتيربات شويه. معليش، قلت نغمض عينيا ان شاء الله ما يكون غير الخير. صارت لي حادثه، كنت نلعب في شباب الوزداد مع امل اربعه، والله 3 خطرات نورمالمون. ما واحد مريح في التريبين ويقول لي على بالي نحكيها نورمال، ما يقول لي على بالي باللي يماك ميته، يماك عباك شغل يهودي ما يديرها لكش هذه، عباك شغل تزعزعت. قلت واش راني ندير هنايا؟ قلت معليش، بديت نكمل اشاك فوا هكذا. نهار خلاص ديسيديت وين سي بون، كنت في اهلي البرج، لعبنا في الشاويه. لا ما نخافش نكذب، عندي صحابي بالك يحكوا لكم. انا لون دو ماتش والله العظيم، واحد السيبورتور، واحد 3 ولا 4 ملي بدا الماتش، كدا وصلت وين كنت راح نحي التريكو الاخ رضا اللي هو تاثر مسكين. وصلت وين كنت راح نحي. لا اله الا الله محمد رسول الله. ما ديره رمزي بورقبا، ما ديره، لانه سؤالك الحساس، وربما ذكرناك ما ديره لرضا عاصمه هذا متاثر، لانه للناس الامر يتعلق بالام. هم الحصص لازم نتكلموا عليهم اليوم توعيه هذا المناصر، اليوم توعيه هذا الناس اللي تدخل المدرجات. اليوم اضحينا اليوم من يملك التذكره ويدخل الملاعب الجزائريه من حقه يسب. يجي تكلم يقول لك انا مانيش في مسجد، ولكن انت في ملعب، انت تشاهد مباراه. يعني ولا احد يغير منكر في الملعب، يقول لك الملعب من حقه يسب ومن حقه يقول كل شيء، لانه في اخر المطاف هاد اللاعبين نظلموا فيهم ونقولوا هاد اللاعبين يدوا اجور كبيره والمستوى غير كبير. هم ايضا يا ناس عندهم قلب وعندهم دم وعندهم نفس وعندهم احساس. يعني هذه الام عزيزه، وهذا كما قلت لك وصلت وين حبيت نحي تريكو، طلع لي التريبين، ومن بعد الناس تلومك انتايا باسكو انت لاعب تشوف فيك ليماج من بعد خلاص قلت واش راني ندير هنايا. تكلمت مع الاب. ديزولي، شكرا. معذره للألف، للمرة الألف يا رمزي بورقبا، معذره له لأن طرحت هذا السؤال. أردت أن أعود طبعا للماضي لحادثة الاعتزال طبعا رضا عاصمي، وجدت نفسي أجد روحي في موضوع آخر. خلي هذا الموضوع تلقائي اليوم. هذا